أهلا، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية يا ربي. أنا راني في نعمة والحمد لله. جيتكم اليوم، بديت لكم لا فيديو من الخدمة لهنا فان طرافاي. خلاص راني جيت قاعدة نتمسخر معاكم من المراية اللي كان لازم نمسحها ديجا، دودوها الولاد وفرمينا وتكلت على ربي. هبط تلاقيت ماما كيما راكم تشوفوا فيهم اجواء شتويه يدي والعقل. رغم انه في الشتا نهار قصير وان بليس لا سيركيلاسيون تولي حاله، سورتو الناس كامل مروحين من الخدمه، سورتو هاد الاوقات اللي الناس يروحوا فيهم كامل ولا يدخلوا فيهم كامل، يعني هذو ديما لازم لا سيركيلاسيون. جبنا فيها تايات الصنعه المعتاده تاعي انا وماما. هاوليكم البنات الحانوت هذا هو اللي ديما نشري من عنده التاي والبقلاوه. وديما يعني كل ما نحطها لكم في لي ستوري تقسمني عليها. وكم راني ريجيم، البنات اللي متبعين انستغرامي على بالهم هاد الحكايه. دونك راني ناكل في هاد الكوكيز. هاد الكوكيز راهو يعني صحي، ما فيه حتى سكر. يجي بالزبيب ويجي بالجلجلان والمكسرات. المهم لازم تاكلوا منه غير كميه محدده، كل وحده وعلى حساب الريجيم اللي والم الكور تاعها. يعني عليها ما قدرتش ننزل لكم الريجيم بالتفصيل الممل. بعدها كملنا، طلعنا طول الدار لهنا، جينا للسوبرات اللي حدا دارنا باش نجيبوا الحوايج اللي ناقصنا، يعني غير الحوايج اليوميه اللي احتجناهم، سواء للعشاء سواء للدار وكل شيء. كان ديجا ناقصني شويه دي برودوي ديترجون. جبت صانيبون. صراحه الفتره الاخيره امير ما ولاش يعجبني، ولا يجيني مايه بزاف، وعاد بريلاكس الكونسونطري يعجبني خير منه، يعني حتى روايحه ما شاء الله ويبقى اكثر منه. ما على باليش اذا نتوما ثاني تولهتوا لهذا الشيء ولا لا. مهم شويه طراطق، الخبز اكيد، الاخر البلاستيك تاع الطابله. كان خلص لي كيف من الدار. كان خلص لي لهنا ثاني بريلاكس هذا تاع هذا يا ربي مهم اللي قاعد كيما فور اكسبريس اللي نغسلوا به الكويزينير. كيف كان خلص لي. مهم طرطق اللي يخصو هكا في الدار نجيبوهم ونطلعوا ديريكتومون. هذه هي الحاجه اللي ماهيش مليحه في الشتاء، كل نهار قصير ويخلص لنا ليه. تما نوليو نلقاو رواحنا في رمشتعين. في رمشتعين خلاص نهار وراح كل شيء، وراح نزيدو نرقدو وراح يبدا نهار جديد. كملنا، حاسبنا على الحوايج اللي شريناهم وطول طلعنا للدار. كيما راكم تشوفوا فيه واحد البرد ما نحكي لكمش عليه. بصح على بالكم بلي نستمتع بهذه التفاصيل كامل تاع الشتا ونحبهم ونشتيهم بزاف. روحت للدار اكيد دبريينا وكل شيء، وراح نشارك معكم الوصفات تاع اليوم. برك ما ديروش على فيرنيا يا البنات، هاكم تشوفوا فيه كي دبرييت ونحيت هذاك الباج اللي كنتو تشوفوا فيه زعما باش نصلي. حبيت نعاود لكم زعما واحد اخر باش نصور. وللاسف هاكم تشوفوا فيا كان راح الحال وبديت نخدم به ولبسطو كامل. المهم ركزوا في الوصفات، خليكم من يديا. دونك جيت لهنا باش ندير معكم عصير طبيعي بالحوايج اللي وقتهم، اللي هما الكابويه والزروديه. مغذي سورتو دوكا ولادكم على ابواب الامتحانات. البنات كيف خاوتكم راهم على ابواب الامتحانات. يعني مشروب بلا مواد حافظه بزاف بنين. تبعوا معايا الوصفه. دونك درت كيله تاع زروديه، نفس الكيله هذيك درتها انايا كابويه. الكابويه كانت ماما جايبه يعني حبه كبيره وقصتها لي هكا طرف صغار وحطيتها في الكونجيلاتور. سي بوغ سا يبانوا لكم الطرف كبار، يعني هي متهمش، يعني يطيب ليه. بنفس الكيله اللي كيلت بها البنات درت 3 كيلات تاع الماء، وهذا هو القوام اللي تحتاجوه باش يجيكم مو خاثر بزاف مو جاري بزاف. قفلت عليه 25 دقيقه. بعد ال 25 دقيقه لهنا حليت عليه كيما راكم تشوفوا فيه كل شيء طاب زبده. زدت له لهنا كاس تاع عصير تاع ليمون، وراح نزيد له حوالي 4 مغارف تاع سكر وزوج علب تاع ياغورت بذوق الخوخ. البنات هاد الكوكوت يعني اذا حاجه لازم تنفيستيو فيها وتحطوها في لا ليست تاع الحوايج اللي حابين تشريوهم، هي هاد لا كوكوت. نحي عليكم الميزيريه. كنت شريتها في رمضان، ويعني حتى استعملتها مليح باش حبيت ننزل لكم رايي فيها. بزاف نفعتني منحيه عليا. هي وشيوه ما تحبش برك الحاجات تمرقوا فيها بزاف، يعني تحب باسكو على واه طيب بلا بريسيون، يعني ما تخرجش هذاك الماء. ما ينظفش منها الماء لداخل كي تعود الطيب، يعني لازم تطيبوا قسم ما تحتاجوا الماء هذاك، سينا الحوايج يطيبوا لكم ليه ويطيبوا لكم هايلين. وزبده، يعني انا جربت معاكم وكامل الوصفات تاعي تشوفوها منها. بزاف مليحه، يعني اذا حبيتوا تنفيستيو في حاجه انفيستيو فيها.
رحت الجو تاعي وصفيته، من بعد نعته لكم في شكله النهائي، ورجعت للعشاء تاعي لهنا لهيه. يعني خيرت لكم زوج وصفات ساهلين. راح نديروا رولي البطاطا بأبسط طريقة بمكونات اللي هما ثاني كيف بسيطة. شوفوا واش درت. حليت شوية العظام تاعي مع شوية حليب وسنينة تاع ثوم، شوية تاع فلفل كحل، الملح، ومغرفة كبيرة تاع فرماج أطارتيني، زدتو مع 3 حبات تاع بطاطا مبشورة، وخلطت كامل المكونات تاعي كيما راكم تشوفوا فيهم. يعني خلطتهم مليح حتى نتجانسوا. وراح نزيد لهم رشه تاع لا لوفور باش من بعد الرولي تاعنا البنات يطلع لنا. يعني هايكم تشوفوا فيها باش الرولي تاعنا من بعد يطلع لنا. وهذيك البطاطا يا بعد طيب لنا عليها زدت شويه هذاك السائل تاع الحليب. ما تجيكمش هذيك البطاطا تاعكم شغل قانده ومايش طايبه، تحسوها يعني تغزغز في فمكم. لا بهذه الطريقه راح يجيكم الرولي تاعكم ناجح 100%. ايطاليتها في سنيمه تاعي تاع الفور، هذيك اللي تجي قيس الكويزينير تاع 4. فيها حوالي 35 على 25. طيبتها 20 دقيقة على درجة حرارة متوسطة. بعد ما كملت لهنا وهي هكاك سخونة، جيت لهنا دهنتها بالفرماج طارتيني كما راكم تشوفوا فيها. اي نوع حبيتوه. دوك نعت لكم انا النوع اللي راني نستعمل فيه هذه الفترة. بزاف بنينه البنات. ديما كي نطيح فيها كعفايس نحب نشارك معكم. مهم دوك نعته لكم تاع لي 3 فرماج. وجيت لهنا من جهه واحده اخرى نقلي سكالوب باش نفوري هذاك الرولي تاعي. ومن هيتا باش ندير اون صوص بلونش هكا ساهله. يعني عادي اون صوص بلونش، بصله وشويه تاع سكالوب وشويه فلفل كحل، ونمرقها. نديرلها شوفوا سات شويه تاع الزيتون، نديرلها رشه تاع فرينه باش تختار لي، ومن بعد نمرقها. رجعت لهنا السكالوب تاعي البنات. لهنا قليته باي توابل حبيتوهم. انا درت شويه كركم، شويه فلفل كحل، توابل تاع الدجاج وفلفل. هذا ما كان يعني قليته بحوايج بدواوات اللي متوفرين عندي. وزعته في هذاك الرولي تاعي كامل كما راكم تشوفوا فيه. وراح نبدا نطويه بهذا الطريقه، ما يتكسر معكم ما تخافوه. لهنا برك انا شويه لصق لي على واه باسكو خليته عرق بزاف. يعني نورمالمون نحيه من السنيوه ونخليه قسمه. قليت هذاك سكالوب انا خليته دونك عرق لي هذا البابي كويسون عليه، والبابي كويسون تاعي هذا شويه ناقص. سينو واش راح يعذبكم كامل وراح يتنحى لكم بكل سهوله. هاكم شفتوا الجوايه الاولين نحيتهم يعني بكل سهوله، ما عنده ما حيتعبكم. كملت روليتو كامل بهذه الطريقه. وراح نعاود نجيب نفرش لهنا بابي كويسون واحد اخر باش ننقل الرولي تاعي ونعاود ندخلو يتحمر لي في الكويزينير. يعني دوك نكمل لكم باقي المراحل. هاني قاعده نقلو. شوفوا كيف هاني نقل فيه. ما حبيتش نقطع لكم باش حتى نتوما اللي ما يعرفش هذه الطريقه يتعلمها. وثاني سورتو البنات المبتدئات وما يتكسر لهمش الرولي تاعهم. الا هنا بعد ما كملنا نقلناه. دركا واش راح ندير؟ تقدروا تدهنوه بصفر بيضاء ولا كيما انا بالفرماجه طاختينيه. بعد عاود دهنتو به وحطيت فرماج رابي من الفوقه باش هكا الفرماج هذاك ندخلوه يذوب لنا. وهذا ما كان قصيت ورافقته مع هذيك لاصوص بلونش تاعنا. يعني صوص بلونش سهله ما فيها حتى مكونات. بشوي فرينه برك وشويه بصله شويه زيتون وهذوك الطرف تاع السكالوب. يعني ما كثرتش كعادة. حشيت الرولي تاعي كامل داخل بالسكالوب وبريزونتيتو بهذه الطريقه البسيطه جدا. وفي الاخير هاوليكم العصير تاعنا بعد ما عمرناه في القراح. شوفوا الكميه اللي خرجها لنا ما شاء الله. يخرج لكم حوالي 5 اطرات. هذيك الكيله اللي درتها انايا اللي هي حوالي كيلو. ويجي بزاف بنين. يجيكم كيما الكو تاع داناو بأبسط الطريقه البنات. وثاني نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي كامل تعليقاتكم عليه. الا هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا. كانت خفيفه ظريفه حاجه قصيره حبيت برك نطل بها عليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إن شاء الله إلى الملتقى في فيديو جديد مع وصفات جديدة. وإن شاء الله ما نطولش الغيبة عليكم ونولي لكم في أقرب وقت يا ربي مع الفيديوهات اللي معودتهم عليكم بكل حب وبكل نشاط. تهلاو في روحكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.